باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. أهلا بيكم في قناة البطل الروماني، لأن الله أنساني كل تعبي. سفر التكوين عدد 41-51. رسالة النهاردة من صانع العجائب والمعجزات مريمين العجايبي. جاية أيام عيده بيبشرك ببشرة حلوة ويطمنك وبيقولك اطمن جدا، إلهك هيستجيب. خلاص هانت، هيوصلك لحلمك ولهدفك اللي انت ياما تمنيته. افرح، ده تعويض ربنا يستحق الانتظار، وأي تعب في حياتك ليها عنده مقابل وتعويض عظيم. مفيش حاجة بتروح عند ربنا أبدا، هيعوضك، ما تخافش. هيعوضك فرح، هيعوضك راحة بال وسلام، هيعوضك نجاح وهدوء واستقرار، هيعوضك أضعاف أضعاف. هانت، هيجي اليوم اللي انت هتفرح فيه من قلبك وهتقول زي يوسف، زي ما قال: لأن الله أنساني كل تعبي. يوسف قال كده لما ربنا عوضه وفرحه ورفعه وعلاه ويتمجد معاه وقلب حاله من حال لحال تاني خالص، علشانه غير كل الظروف والأوضاع وسيرها كلها لخيره ولمصلحته. وانت كمان ربك هيرفعك، هيفرحك، هيعليك وهيبهرك بطريقته العجيبة. ده طرق ربنا بتبقى دايما فوق المنطق وفوق أي توقع بشري. اطمن، ما تخافش من شيء، مش هيسيبك، هيتدخل في كل أمورك. انت عارف ربنا لما بيدي حاجة بيدي أحلى حاجة عنده وأجملها. ده تعويض ربنا جميل قوي ومفيش زيه. بس انت خليك مطمن وما تتهزش، ما تبصش على الأحداث، ما تبصش على الواقع الصعب. خلي عينك على إلهك، لأنه هو اللي هيحول كل الأمور لخيرك. ثق فيه، صدق كلامه، صدقه إنه قادر يغير كل شيء لصالحك ولسلامك. امسك في إيديه، اوعى تسيبه، وهو كمان مش هيسيبك ولا يتخلى عنك، مش هيخيب رجائك فيه أبدا. انت عارف اللي انت خايف دلوقتي منه هيعديه بسلام وهيخليه مجرد ذكرى. هو بيدبر وهيتصرف وهيظبط كل الأمور علشان يطمنك ويفرحك. أبوك عظيم، أبوك قوي، ما تشيلش هم شيء أبدا، لأنه هيحول كل شيء قلقك لراحتك، هيحول كل شيء حزنك لفرحك. ما تخافش، هو راسم خطة مفيش أجمل منها ولا أحلى منها. هو عنده ليك تعويض مفيش زيه، والأكيد إنك هتفرح وهترتاح، وهيجي اليوم اللي هتشكر ربك فيه. حتى اللي فاكر نفسه بيكسرك أتاريه بيبني طوبة في خطة سيدك. ما تخافش، ده انت ليك إله قوي وعظيم، ليه سلطان على كل شيء وعلى الكون بكل ما فيه. ليه سلطان على الأحداث، ليه سلطان على الظروف، ليه سلطان على كل الكون بكل ما فيه بقوانينه. وربك اللي دايما بيصنع العجب وبيجعل المستحيل حقيقة هيتمجد معاك وهيشتغل بقوة في كل ظروفك اللي انت شايفها قدام عينيك دلوقتي صعبة على الآخر ومعقدة ومفيش منها رجا. هيشتغل زي ما اشتغل مع يوسف وهيعمل فيك هو كمان ومعاك. هيسندك وهيفرحك، ما تخافش. وهيجي اليوم اللي هينسيك فيه كل تعب
اليوم اللي هيفاجئك بهدية حلوة انت منتظرها بقالك زمان، اليوم اللي هترفع ايدك فيه وتقوله أشكرك يا رب لأنك فرحتني ودبرت كل أموري ونسيتني كل أتعابي. ما أبوك السماوي بيحبك قوي وعمره ما هيسيبك، وهيمد إيده ليك بالمعونة، إيده الحنونة، وهيحل ويدبر ويجبر ويفرح ويستر ويسند. متخافش، ده إيد الله أحن عليك من 1000 يد بشرية. ما هو السند، هو المعين، هو الصاحب الوفي اللي أقرب من الأخ الذي يبقى حين لا يبقى أحد. خليك واثق فيه، اوعى تبعد عنه، لأن إلهك هو إله التعويضات اللي دايما بيعوض أولاده عن كل خسارة وعن كل فقدان، بيعوض بالأضعاف عن كل ظلم وعن كل ذل وعن كل كسر، مهما كان مدى الظلم ده ولا الذل ولا الكسر، ومهما كمان مر الوقت عليه بيعوض. وانت كمان يا ابن الله القدير هيعوضك أضعاف أضعاف عن كل اللي مريت بيه وعن كل اللي شفته من وحش وتعب ووجع. هيعوضك عن كل خسارة وعن كل خذلان وعن كل فقدان. مش هيسيبك إلا لما يجبر بخاطرك ويداوي قلبك ويفرحك فرحة كبيرة، الفرحة الحقيقية اللي هتفضل معاك العمر كله. زي ما فرح يوسف هيفرحك أكيد وهيجبر بخاطرك. آمين. ربنا يفرح قلوبكم ويعطيكم سؤالكم ويملى حياتكم بالأفراح والتعويضات والتعزية بشفاعة أم النور، أمنا العذراء مريم، أم إله القدرة اللي دايما بتفرح أولادها من غير حتى ما يطلبوا منها، وبشفاعة حبايبها الكتار من الشهداء ومن القديسين وكل جيوش السمائيين، وبشفاعة العجايب الأمين صانع العجايب والمعجزات باسم ربه مريمين العجايبي، وبشفاعة أمير الشهداء الجدع جدا اللي مش بيتأخر عن أي حد ينده عليه ويستنجد بيه ويقول له انجدني يا ماري جرجس. يجي ماري جرجس أوام وينجيه. قناة البطل الروماني.